أهم أخبار نادي الزمالك ودفع مستحقات اللاعبين وموضوع رجوع أرض 6 أكتوبر. هشام نصر بيمنح نادي الزمالك قرض حسن لإنهاء أزمة نادي الزمالك. خليك معايا هنعرف أهم الأخبار بالتفاصيل. هشام نصر يعني بيدي الزمالك قرض حسن بقيمة 20 مليون جنيه عشان دفع مستحقات بعض اللاعبين اللي متأخرة ليها 3 شهور، وده هيكون قبل المباريات القادمة. هشام نصر ادى الزمالك قرض حسن على حسب ما طلع وقال. ممدوح عباس يسكت؟ لا، ممدوح عباس راح هو كمان قال لك علي يا هشام وانا علي عليك. ممدوح عباس بيقول لك موضوع ارض 6 اكتوبر خلاص اتحل، والاسبوع الجاي نادي الزمالك هيستلم ارض 6 اكتوبر وهيبتدي انشاء المشاريع عليها. طبعا كل الكلام ده مفيش عنه اي حاجة رسمية، مجرد تصريحات من هشام نصر ومجرد تصريحات من ممدوح عباس، بس نادي الزمالك لحد دلوقتي ما اعلنش، مفيش حاجة رسمية طلعت من داخل نادي الزمالك. ممدوح عباس الفترة الأخيرة يعني مع احترامي الشديد ليه، كل فترة كل ما يلاقي الزمالك رايح في حتة فبيعلي علينا في حتة تانية، وفي الآخر ما بنشوفش أي حاجة من ممدوح عباس. ممدوح عباس اللي كان وعدنا انه هيتكفل بثمن صفقتين اجانب لنادي الزمالك، وفي الاخر الصفقتين الاجانب اللي جم نادي الزمالك بيطالبوا نادي الزمالك بمستحقاتهم اللي ما اتدفعتش لحد دلوقتي. يعني ممدوح عباس ما جابش صفقتين ولا جاب حتى نص كيلو لبن.